الطفلة اللي انتوا شايفينها في الصورة دي اسمها أمبر سميث. الطفلة دي اختفت ليوم واحد بس، لكن القضية بتاعتها كانت غريبة وانتشرت بشكل واسع. الطفلة كانت بتلعب عادي زي أي طفلة قدام المنزل بمقاطعة اسمها نيو أيجو، وزيها زي أي طفلة كانت بتلعب في المساحة اللي بتكون قدام المنزل. والدها كان قاعد معاها وبيراقبها، لكن الغريب لما أبوها سابها ودخل غرفة تانية وسابها شوية وقت، لكن لما رجع ملقاش موجودة في الوقت ده. بدأت عملية بحث قدام وخارج المنزل، وفي ناس كتير اتطوعت عشان يدوروا على الطفلة، لدرجة إن وصل عدد المتطوعين مئات الأفراد، لكن ما كانش فيه فايدة، وكأن الفتاة دي اختفت في الهواء. لكن في اليوم التالي ومع استمرار عملية البحث لقوا الطفل أمبر على بعد أميال من منزل والدها. والغريب إن المكان اللي لقوا فيه الطفلة كانوا فتشوه في اليوم اللي قبليه، لكن إزاي ده حصل وإزاي الطفلة دي قدرت توصل أو تمشي المسافة الكبيرة دي محدش يعرف. ولحد يومنا ده المحققين في حيرة ومحدش عارف يحل اللغز ده لحد يومنا ده.